السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خربشة كورة. النهاردة هنتكلم عن مباراة بيراميدز والأهلي. المباراة النهاردة كانت قوية جدا. الأهلي اتقدم بهدف عن طريق اسيست لحسين الشحات يجيبوا وسام أبو علي جون. وهنا هنتكلم على حتة حسين الشحات. يعني حسين الشحات ضيع فرص النهاردة رهيبة، يعني مع ان لما بيلعب السهل والبسيط بيجيب جوان. حسين شحات عاوز طالما هو في ال 18 هو اللي يجيب الجول. هو خد احسن لاعب في المباراه النهارده، وده شيء ان هو عمل شغل ومجهود كبير. لكن للاسف دي مشكلته الوحيده، ان هو دايما طول ما هو في ال 18 الكره بتاعته هو بس، وده غلط. لكن بامانه يعني هو الراجل النهارده عمل شغل عالمي. اسست الجون الاول وهو اللي جايب ضربه الجزاء. حاجة في منتهى الرقي وحاجة في منتهى الجمال، متعة. الأهلي يجيب جون، بيراميدز ترد عليه، انتهى الشوط الأول 1-1. تمام. نيجي في الشوط الثاني والإبداع. بيراميدز يجيب الجون بخطأ من الشناوي وعدم تمركزه الجيد. أحمد يجيب الجون الثاني البيراميدز من مصطفى محمد اللي رفع له الكرة على المجاز زي ما بيقولوا، قيمة. عشان نيجي بعد كده وحسين الشحات يجيب ضربة الجزاء الأهلي ويجيبوا الهدف التعادل لغاية الدقيقة 88. ينزل قفشة ويعمل أحسن الأهداف عشان ينتهي مباراة الأهلي والبيراميدز 3-2 بوقوف في بيراميدز عند الفوز 14 وصعود الأهلي للفوز 13 على التوالي. فهل سيكون انتهاء مباراة بيراميدز المتتالية بالفوز واستمرارية الأهلي بالفوز المتتالي اللي يصعد وياخد البطولة؟ مع العلم إن شايف زي ما أيمن الكشف قالها النهاردة إن قمة الدوري حرفيا، يعني ده اللي كنا بنشوفه من الأهلي والزمالك مع بعض. النهارده ما بقاش الاهلي والزمالك، النهارده بقى الاهلي وبيراميدز. يعني هي قمة الدوري فعلا، متعة كروية ما بعدها متعة كروية. فنتمنى ان هي تدوم، واتمنى ان هي ما تبقاش بيراميدز بس، تبقى بيراميدز والزمالك والاسماعيلي يرجع تاني. اتمنى ان الدوري المصري يشتغل كله، يبقى فيه كل الفرق بتنافس على تنافس مع بعضها. شيء جميل لما نستمتع ونطلع بالكرة المصرية لأعلى، يعني أعلى القمم. حاجة جميلة. ولكن حسين الشحات يثبت للمرة التانية لقطته مع أحمد رفعت، صورة أحمد رفعت، إن بعد ما خد أحسن لاعب في المباراة يروح يتصور في ريح صورة أحمد رفعت الله يرحمه. ونتمنى إن يستمر المجهود اللي بيبذل من الناس ليرجع حق أحمد رفعت لأهله. ونتمنى ان يتن دايما كده، يكون عندنا قامات دائما تدور على حق الناس دي. واتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ونشوفكم الحلقة القادمة ان شاء الله في خربشة كورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.